السلام عليكم، معكم احمد شوقي، وان شاء الله في الفيديو ده هنعمل الايفكت اللي انت شايفه ده والافكت ده مع بعض. وطبعا تقدر تعمل الايفكت ده على اي فيديو عندك، اهم حاجه بس تفهم الفكره وتقدر تطبقه على اي برنامج برضو انت بتشتغل بيه، سواء كان كاب كات او افتر افكت او دافينشي او اي برنامج انت بتمنتج عليه. نخش في الشرح على طول ان شاء الله. اول حاجه هتجيب اي فيديو انت هتشتغل عليه، وبعدين تيجي كده تقف على اول فريم، وبعدين تدوس على الت وكنترول وحرف الاس هيفتح لك الصفحه دي. هتدوس هنا دوسة، وبعدين تخليها بيست، وبعدين تخليها فول عشان يسيف لك الصورة بأعلى كواليتي، وبعدين تدوس اوكي. تيجي هنا على الفوتوشوب دي تدوس عليها دوسة، ومن هنا تغيرها تخليها بي ان جي، ومن هنا تدوس المكان اللي انت عايز تحفظ فيه الصورة، وبعدين تدوس على ريندر. هروح عند الصورة اللي انا حافظ مكانها، وبعدين افتح الفوتوشوب. بعد ما جبت الصورة فتحتها على الفوتوشوب، هناخد نسخة من الصورة بتاعتنا، وبعدين نروح على الصورة اللي فوق دي ونبتدي نسلكت كده. سلكت بأي تول انت حابب تسلكت بيها، وبعدين هنعمل جنريت فيل للجزء ده عشان احنا عايزينه مخفي، مش عايزين المباني دي ظاهرة فيه، وندوس على جنريت. مثلا شايف دي مناسبة خلاص، فانا هختارها كده. حلو اوي. وبعد كده هنبتدي نقصقص البيوت دي، قصقصها بقى بالبين تول او اي حاجة انا عايزها. اختصارا للوقت انا قصقصت كده البيوت دي بالبين تول عادي، وبعدين سميتها كده زي ما انت شايف، المبنى الاول والتاني والتالت والرابع. عادي بتقصقصهم بأي حاجة أنت عايزها، يعني بالبين تول، بأي تول أنت عايزها، يعني أهم حاجة تقصقصهم وتخليهم كده إيه في ليرات منفصلة كده. ممكن نمسح آخر لير دي ملهاش لازمة، ونسمي دي باك جراوند، ونخلي احنا عملنا لها جنريتيف فيل دي مع بعض جروب مثلا، أو نخليهم في جروب مثلا عادي كده ونسميه باك جراوند عادي. تمام كده البي اس دي جاهزة إن أنا أدخلها على أفتر إفكت. تمام، وبعدين أفتح البي اس دي اللي احنا خلصناها على الفوتوشوب على أفتر إفكت، وبعدين أدوس على أوكي. هدوس عليها دوستين كده، يعني هخلي الشغل بتاعه كله هنا في الكومبوزيشن ده، مش هنتقل للكومبوزيشن التاني دلوقتي. اللي انت هتعمله هتسلكت كده عليهم الأربعة، وندوس حرف البي، وندوس على شيفت وبيج داون عشان ينقلك كده كام فريم ورا بعض كده في الأول هناك، وبعدين هنظبط التايمنج في الآخر يعني. وادوس على بوزيشن كده، وارجع تاني في الأول، واشد الليرات دي كلها فوق، طلعهم بره السكرين بتاعتي خالص، واشغل كده الفيديو بتاعي. اشوف طبعا كده ايه، يعني الحركة بدأت تبان معانا. حلو قوي. هدوس على F9 عشان الحركة تكون سلسة اكتر، وبعدين اتأكد من الفريمات بتاعتي، ممكن 25 فريم او خليها 30 فريم او 25، مش هتفرق كتير يعني. تمام، ممكن اخلي الحركة بتاعتي ابطأ شوية. شوف كده، شوف التايمنج بتاعها بس مناسب ولا لأ. تمام، انا شايف كده مناسب شوية. اسلكت كده عليهم كلهم، وتدوس على العلامة دي اسمها جراف اديتور، دوس كده عليها كده هنا، وسلكت على الجزء ده، وبعدين اسحبه شمال شوية كده، وبعدين اسلكت على الجزء ده واسحبه شمال برضه شوية. الجراف اديتور ده او الجراف سبيد اللي انا عملته ده معناه انه بيكون سريع في الاول ونازل ببطء كده. يعني القيمة بتاعت الجراف ده كده معناه اللي هو اسرع حاجة، وبعدين كده ايه ده ابطأ حاجة. اشغل كده الفيديو، برضه مش عاجبني التايمنج بتاعه، فعايز اسرعه شوية، فهشد الكفريمات دي شمال شوية بس، يعني حاسه أبطأ برضه، فهشد كده شمال شوية كده مثلا، حاسس السرعة مناسبة. جيبه يمين شوية برضه كده، كده زي الفل قوي. عايزين مثلا ايه نعمل حركة كمان، نسلكت كده عليهم كلهم، ندي هنا الاوبجكت، او لو مش عندك التولز دي دوس على نيو، وبعدين هنا الاوبجكت، وبعدين اربط كله بين الاوبجكت اللي انت عملتها اللي هي دي. تمام، هندوس على حرف الاس وندوس كده سكيل، وبعدين نشده يمين شوية كده، وندوس كده ايه نخليه كبير في الأول، ونشغل كده الفيديو كده ايه، يعني الحركة بقت أحسن بشوية. برضو نفس اللي عملناه هنعمله في الفيديو ده، هنعمله في الجراف اديتور ده، هنخليه سريع في الأول وبطيء في الآخر. حلو أوي كده. طبعا ما تنساش تفعل موشن بلور في كل الليرات دي.
ونيجي هنا برضو نفعلها من هنا عشان ساعات ما بتكونش متطبقة معاك هناك. تمام كده، ايه كده اتفعلت. ممكن نزود الزوم شوية او السكيل شوية. حلو قوي. حاجة برضو تانية ممكن نعملها، ممكن الليرات دي او البيوت دي نخليها تنزل بالترتيب، ما تنزلش كده كلها مرة واحدة. فممكن تعملها يدوي كده. حلو كده، شكلها بقى افضل بكتير. او ممكن تعملها برضه بالبلجن دي، يعني بتسهل عليك كتير، فانصحك تنزلها. هي موشن تولز برو دي. اضافه برضه تانية ممكن نعملها، ممكن نضيف سموك كده عشان يضيف ايه لمسه كده للفيديو بتاعك برضه. فانا قعدت ادور على انفاتو فنزلت السموك دي. تمام. فاحنا ايه نظبط حجمها كده شويه، وبعدين كده نشغل الفيديو. طبعا نربطها بالنال اوبجكت، ونديها افكت سكرين مثلا نشوفها. حلو، سكرين حلو. ممكن مثلا نعملها مالتيبلاي كده نجرب برضو. لا، فايه هي تكون سكرين يعني. تمام. طبعا هي بطيئة أوي فاحنا عايزينها تكون أسرع. فهندوس هنا على العلامة دي، وبعدين نخلي الاسترتش بتاعها مثلا ايه 20% كده، نشوف الفيديو عامل ازاي. حلو كده. ممكن نكبرها شوية برضو. وعشان هي مش باينة أوي ممكن نديها دبليكيت، فايه كده ظهرت شوية. تمام. هنخليها كده في كومبوزيشن لوحدها، وبعدين ندوس اوكي. طبعا اختلفت خالص عشان اللي عملناه في كومبوزيشن وكنا رابطينها بالنال اوبجكت. فاحنا هنرجع كده تاني ونلغي ربطها بالنال اوبجكت، وبعدين نحطها في كومبوزيشن لوحدها، وهنروح هنا وندوس على العلامة دي، هتطبق معاك الإفكتات اللي احنا عاملينها، وبعدين نربطها تاني بالنال اوبجكت. فدي مشكلة يعني لو قابلتك، فحلها بسيط يعني، الغي ربطها بالنال اوبجكت وبعدين ارجع احطها في كومبوزيشن تاني لوحده. تمام. انا شايف اللي كده كويس، بس مثلا ده ايه عايز العب فيه برضه شوية. هضيف مثلا افكت اسمه بندد، سي سي بندد. حلو كده. ماشي تمام. دي مش شغالة برضو فعادي، فهندوس هنا على على المود بتاعها ونخليها سكرين تاني. مش موضوع يعني. عايز تقلها برضو ممكن ايه تعمل دبل كيك تاني هنا، فتلاقيها تقلت معاك شوية هنا برضو في اليارات دي. هنروح عند الفيديو بتاعنا الأصلي، هنيجي هنا ناخد اللي احنا عملناه ده، الكومبوزيشن اللي احنا عملناه، ونحطه كده في الأول. ونيجي مثلا أول ما الإفكت بتاعنا يخلص كده نقص كده من هنا، وبعدين نسحب الفيديو بتاعنا كده ايه نخليه في الأول. هنيجي هنا هنلاقي في مشكلة، مثلا السموك دي بتقص أو مدتها بتخلص قبل ما الفيديو يخلص بتاع، فبتديني ايه يعني بتديني جليتش كده، او بتديني حاجه مش عايز الحاجه دي خالص. فبكل سهوله هتدوس هنا دوستين، وبعدين ناخد اللي احنا عملناه ده كنترول اكس كده، وبعدين نروح هنا ندوس على كنترول في، وندوس كده حرف اليو نحط. ماشي تمام كده كويس. هنربط الكلام ده كله بالنال اوبجكت اللي احنا عملناها في الفيديو في الفيديو الاولاني. ليه؟ عشان يكون كده كل حاجه قدامي هنا مره واحده، والسموك دي تفضل برضو مكمله في الفيديو الاصلي بتاعي. فاهم التريكة دي بتفيد برضو عشان ايه ما يكونش الشغل بتاعك كله باين ان فيه جليتش والكلام ده. هيكون عندك مشكلة كده الشادو ده، فعادي مش مهم يعني ايه. هنحاول نظبطها برضو ونطلع بأفضل نتيجة. يعني أول ما البيوت تقف كده نسحب كده ده شمال شوية برضو، ونقص اللي فوق ده. ما تنساش برضو تشغل الموشن بلور في الفيديو هنا. وكده نكون خلصنا أول إفكت. نخش على الإفكت التاني على طول. هنيجي هنا على الإفكت التاني نفس اللي احنا عملناه في الأول بالظبط، يعني هندوس على كنترول وألت حرف الإس، وبعدين نختار هنا نخليها بيست، وبعدين دي تخليها فول وأوكي، وبعدين هتخليها على بي إن جي، وبعدين تختار المكان بتاعك. فتحت الصورة على الفوتوشوب، فابتدي أقص اليارات بتاعتي أو الصورة بتاعتي، وأعمل لها جنريتيف فيل برضه. دي كده سلكت على الهرم ده، بعدين ادوس هنا، وبعدين ادوس ريموف. لو عملت ريموف على اي موقع على النت، في مواقع كتير بتعمل ريموف للاي اي.
ويكون فري عادي جدا. انا شايف ان دي كده مناسب. وبعدين ابتدي اقصقص في الهرم. مثلا احنا هناخد ده جزء، ده جزء، وده جزء، وده جزء، والجزء ده 1 2 3 4 5 أجزاء. فأنا ابتدي أقصقص كده زي ما أنت شايف. أرفع اللير بتاع الهرم، وبعدين الأوتو سيلكشن هتلاقيه عامل لك سيلكت عليه كده لوحده أصلا. حلو أوي. هندوس كنترول جي كده، نعمل نسخة للهرم عشان نخليه لوحده. وبعدين بقى أي أداة سيلكشن أنت عايزها، وتبتدي تقص كده. تمام كده معاك الجزء الأول، التاني، التالت، الرابع، الأخير. نمسح بقى الكلام ده كله، نسيب الجنريتيف فيل اللي احنا عاملينها دي. الهرم دي نمسحها عادي، نخلي دي في جروب كده ونسميها باك جراوند. كده معانا الصورة الأساسية اللي تحت كده خالص. وبعدين صورة الهرم مترتبة كده زي ما انت شايف. تمام. هنسيب باك جراوند طبعا، مش هنشتغل فيها خالص. كل اللي احنا هنشتغله هنشتغل على اللايرات دي. طبعا احنا عايزين اللاير دي تظهر من هنا، من الجزء ده. هنعمل بكل بساطة، هنعلي بس الكواليتي كده، ندوس كده على البين تول، نتأكد اللي هي معمولة فيل كده زي ما انت شايف كده. وبعدين نرسم ماسك بالشكل ده، أو نرسم شيب، مش هيكون ماسك يعني. وبعدين نعمل له ماسك في الآخر. الماسك ده بنرسمه، أو الشيب ده بنرسمه عشان هنخلي الهرم كده يظهر منه كده. هتشوف دلوقتي، هتفهم أكتر دلوقتي يعني. هنعلم كده على اللايرات بتاعتنا كلها، ونشدها كده نحطها على على الماسك ده. وبعدين ندوس على العلامة دي كده، بيقلب لنا الماسك. يعني نيجي هنا على اللايرات بتاعتنا كلها وندوس حرف البي، وبعدين ندوس كده دوسة، نسحبهم كده شوية، أو نيجي وندوس على علامة الكفرم دي، ونيجي هنا تحت ورا كده في الآخر خالص، وننزل الكلام، وننزل اللايرات بتاعتنا دي كلها تحت، ونسلكت كده عليهم كلهم، وندوس F9 زي ما عملنا، ونفتح الجراف إديتور برضو زي ما اتعلمنا في الفيديو اللي فات. نفس اللي عملناه نعمله تاني هنا كده بالظبط. نلعب في الجرافيكس بيك كده شوية، وبعدين نشغل الفيديو بتاعنا. طبعا لو شغلنا الفيديو بتاعنا هيظهر أكنه يعني شكل عادي كده، مفيهوش أي حاجة مختلفة يعني. فكل اللي احنا هنعمله هنقسم اللاير بتاعتنا، يعني مثلا دي اللاير 1، دي اللاير 2، اللاير 3، 4، 5. نشغل كده الفيديو بتاعنا، وبعدين نقربهم من بعض شوية بحيث الموضوع يكون سريع شوية. تمام. ممكن برضو ألعب في الجرافيك سبيد لو عايز مثلا يكون أبطأ شوية في الآخر مثلا، عادي. ممكن برضو نفس كده، نشد كده شمال شوية، نبطئه شوية في الآخر، ونسرعه شوية كده. وما تنساش تفعل الموشن بلور، ويتشغل هنا برضو. تمام. هنروح على الفيديو بتاعنا الأصلي، وبعدين نشد الإفكت اللي احنا عملناه ده كده من هنا، نحطه كده في الكومبوزيشن بتاعنا ده. نفس اللي عملناه برضو، هنيجي كده عند نهاية الإفكت بتاعنا، هنبتدي نقص كده واحدة، ونرجع الفيديو كده بتاعنا. تمام. هنسلكت كده عليهم الاتنين ونربطهم بنال اوبجكت. نفس برضو اللي عملناه، هندوس كده على سكيل، ونيجي كده في الأول، ونكبر الفيديو بتاعنا. ندوس F9 ونلعب في الجرافيك سبيد شوية، الجرافيك إديتور شوية كده. تمام كده أنا شايفه مناسب. مثلا أنت لو عاوز أبطأ تخليه أبطأ، لو عاوز أسرع تخليه أسرع. فطبعا الإفكتات دي ممكن تعملها على أي حاجة أنت عايزها، مش شرط تطبق على نفس الفيديو اللي أنا بعمله ده. وبس كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب.